مرحبا بك. إذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك منا كل جديد. انا جيت. طبعا شباب، اليوم شرحنا عن تطبيق اسمه أرقام افتراضية للتفعيل. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل يكون بخير. طبعا اليوم راح نشرح عن تطبيق بسيط وسهل وخفيف، أرقام افتراضية للتفعيل. يعني راح نحاول نفعل عليه رقم، نشوف نعطينا رقم. طبعا التطبيق سهل وبسيط، وأكثر الناس ما يستخدمونه أو ما يشرحون عنه. يعني المفروض يكون ما عليه ضغط، او راح نشوف هسه شلون راح يطلع معانا، ينطينا ارقام. راح نجرب البداية نفعل عليه رقم واتساب، نشوف يشتغل معانا الواتساب او لا ما يشتغل معانا. ونرجع نحط تعديل الرقم، نحط لصق للرقم ونتأكد منه اذا يشتغل معانا او لا. ينطينا اول رقم مخمن. راح نشوف رقم ثاني ونجرب ونحط نسخ للرقم. نرجع نجرب الرقم مرة ثانية. هذا الرقم الثاني مخمن، تمام. راح نرجع نجرب انه راح نشوف اكثر من رقم، راح نجرب ونحاول عليه حتى نحصل منه رقم. طبعا للامانة بدك تبدل اكثر من رقم او اكثر من 5 ارقام، ما اعرف انت وحظك شنو يطلع لك. يمكن من اول رقم يشتغل معك، يمكن من 10 رقم يشتغل معك، يمكن ما يشتغل معك ولا رقم. اما بدك تحاول على البرنامج يعني. هذا الرقم انطانا 38 ثانية. نبي احد مستخدمه من قبل نص ساعة او من ساعة مستخدمين واحد مفعله. راح نرجع ندور بي شعارات فيسبوك وبي شعارات تويتر وبي شعارات، يعني بي ناس مفعلة عليه قبل ما ادخل على البرنامج. انا بي ناس مفعلة عليه مواقع ثانية. لذلك عندك طريقة واحدة تقدر تحصل بها رقم واتساب. تخلي التطبيق او البرنامج محفوظ عندك بالموبايل. اول ما ينزل تحديث له، يجيك شعار، تفتح البرنامج وتحصل رقم ان شاء الله اول ما ينزل تحديث، قبل ما يصير ضغط عليه وقبل ما تفتح الناس. راح اجرب رقم هنا على الايمو، اشوف راح يفتح معي الايمو او لا. انطاني دقيقة، اقل من الدقيقة. نشوف الكود. الواتساب لانه اكثر الناس قاعد تستخدمه، عليه ضغط على التطبيقات او على الارقام. المفروض تحصل من بداية التحديث تحصل رقم. اما باقي المواقع التواصل ما عليها ضغط، ما راح تفعل معك نظامي. هذا رمز الايمو جانا، رمز التحقق 3000 3 اصفار. راح ننسخه ونتأكد منه اذا انه يفتح معانا على الرمز نفسه او ما راح يفتح معانا. اشتغل معانا الايمو مثل ما شفتوا طبيعي من دون مشاكل. يعني انه الواتساب عليه ضغوطات حيل، مو شوية، ضغوطات على البرامج تفعيل ارقام. الواتسابات اكثر الناس قاعد تستخدم على الواتسابات تفعل وناسي البرامج هاي الثانية. هذا براحتك، متى ما بدك تفعل ارقام هذا تفعل. اما الواتساب بدك ترجع عليه من بداية التحديث حتى تلحق رقم. اول ما ينزل التحديث استخدمه، راح يجيك شعار على التطبيق يكون عندك موجود. بعدها فوت عليه تحصل منه رقم مباشر من دون ما تصير عليه ضغط، من دون ما يصير معك اي مشكلة. طبعا راح نشوف انه يحدث معانا ارقام ثانية او لا، ونجرب على الواتساب. راح نجرب نسخة ثانية نشوف رقم اخر يشتغل او لا. كمان هنطانا اكثر من ساعة. يعني اعتقد ما راح يفتح معانا ولا رقم، لانه اني بلشت اشتغل عليه من نهاية التحديث.
المفروض من اول التحديث نشتغل على البرنامج ينطينا رقم واتساب. طبعا شباب مثل ما قلت لكم وذكرت لكم بالاول، خلى التطبيق موجود عندكم، اول ما ينزل عليه تحديث راح يجي شعار على التطبيق تدخل عليه تحصل منه رقم للواتساب. وبامكانك بين الفترة هاي والفترة هاي يمكن في ناس تلغى الواتسابات، يخلص مثلا يستخدموا الشغل، خلص شغله بيه لقاه، بامكانك تحصل بيه ارقام، يعني بدك تضل تحاول عليه للامانة.